لم يسبق وأن تعرضت الجزائر لهجمات إعلامية شرسة كالهجمات التي تتعرض لها في الآونة الأخيرة، وأكبر سلاح يمكننا أن نواجه به ذلك هو سلاح الوعي وتقصي الحقائق التي تجنبنا ويلات ومغبات الانجرار إلى ما يصبو إليه أعداء الوطن. وعينا كجزائريين بخطورة هذه الظاهرة التي باتت تهدد وحدتنا وأمننا واستقرارنا هو درعنا وحصننا المنيع. فالجميع مطالب اليوم بالتدقيق والبحث عن مصادر الأخبار المتداولة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي قبل تداولها وإعادة نشرها. التعامل بحذر وعدم الإسهام والمشاركة في نشر الأخبار الكاذبة، خاصة تلك التي تهدف إلى ضرب وزعزعة أمننا واستقرارنا، هي أولى الخطوات التي وجب على كل واحد منا أن يتبعها لإفشال مخططات ضرب الوحدة والاستقرار في الجزائر. الجزائر الجديدة القوية المنتصرة واقع مشرق يشع اليوم بفضل صدق النوايا وإخلاص كل أبناء الوطن. تلاحم ووحدة وطنية لطالما حملت الجزائريين من لج المحن إلى بر الأمن والازدهار، ليخرجوا في كل مرة منتصرين مقتدرين، رافعين التحديات عاليا على درب الشهداء الأبرار، ماضين بخطى ثابتة لتحقيق الانتصار.